الزوج غاب 12 شهر ورجع لقى مراته والده ولد. ابن مين ده؟ قالت له ده ابنك. ابن ازاي؟ انا غاب 12 شهر. قالت له لا ابنك. ابن مين؟ ما قالتلوش وما ريحتوش، وهو ما رضاش يكتب الولد باسمه لغايه ما الولد وصل عنده 3 سنين، وهو بيحبها ومش عايز يطلقها ويسيبها، بس في نفس الوقت مش عايز يعترف بالولد. الام صممت ان هي ما تقولوش، وهو وجد ان مفيش فايده منها، قام مطلقها وساب لها البيت ومشي هي وابنها. وجدت ان الابن مش عارفه تتصرف معاه، مش عارفه تطلع له شهاده ميلاد، الناس بتعايرها. الولد بيروح عند اهلها، يقولوا له انت ابن مين؟ انت مش ابننا. مش عارفه ترد على اسئله الولد. راحت فكرت تفكير تخلص من الولد دوت. لما قعدت معاه في الشقه لوحدهم قامت ربطاه ايد ورجل، وفكرت ان هي تخلص منه عشان هو ابن حرام، وكأن الولد هو اللي أذنب مش هي. كانت هي اللي انتحرت مش هو اللي قتلته. الغريبة إن هي جابت سكينة وذبحت الولد وهي بتقول له سامحني ابني. يسامحك على إيه ولا على إيه؟ هو كان عمل إيه؟ ومين يعمل كده في ابنه؟ ده لو ابن الجيران يا ناس محدش يطيق عليه شكة دبوس، مش تذبحيه بإيدك. ده لو قط محدش بيذبحه، محدش هون عليه ضناه. إنما أنت بالحالة دي بتقولي أنا بررت فيه عشان خاطر هو ابن حرام. طب كنت ارميه في الشارع وقولي تهم مني، كنت سبتيه بالجامع وقولي مش لاقياه، وقولي اي حاجه بغير انك انت تضيعي الابن الغريب البالغ اللي عنده 3 سنين. ده ذنبه ايه؟ القلوب دي شكلها ايه يا ناس؟ لو حد يحللها يقول لي القلوب دي شكلها ايه. خدت الولد في شوال ورميته في تحت كوبري. طب ما كنت رميتيه من الاول، هو صاحي وهو وحياته بقى وهو طريقه وهو سبيل حياته زي ما يكون. انما تذبحيه بايدك كان عليكي. الناس وجدت الولد مذبوح مش عارفين مين امه، والخبر وصل لزوجها اللي هو طلقها، فراح بلغ وقال ان انا كان ليا زوجة وكان عندها ولد في سن الولد المذبوح، وانا اشاكك ان هي اللي ذبحت الولد اللي وجدوه. الشرطة قدرت ان هي تتوصل فعلا ان الولد المذبوح ده هو ابن السيدة اللي زوجها طلقها عشان خاطر معها ولد من حرام. الست ما قدرتش تنكر واقرت وقالت ان انا كنت عايزة اتخلص من ذنب عملته وجريمة وانا وقعت فيها، والولد مش لاقيه له اب، وقلت ريحه من الدنيا. انت ما ريحتوش، انت ريحت نفسك يا اللي صاحبة القلب الجامد. انا مش لاقي لك وصف، انت مش لاقي لك وصف. انت مش ام، انت خسارة، خسارة نعمة الام عليكي، حرمت نفسك منها منك لله.